تعالي. ايوه انت تعالي. تعالي يا اللي دايما تشتكي من ان مش عارفين نعمل حاجه والفلوس قليله. تعالى خليكي تعملي حاجه بفلوس قليله جدا جدا باذن الله وتعجبك وتطلع حاجه من الحاجات اللي بتتباع غاليه جدا جدا. بصي بقى، انا ولادي بيروحوا يجيبوه من اخر الدنيا، البوله بالشيء الفلاني. البوله اللي هي ايه؟ معلقه واحده كده من ده اهو، كده اهو، بيسموها بوله، اللي هي معلقه مضغوطه على الاخر بيسموها بوله، عشان يحط بولتين في البسكوته او بولتين في الكوبايه. تمام يا معلم؟ بفلوس. تعالى خليكي تعمليه بمنتهى السهوله، وانا بتحداكي انك تكتبي لي في التعليقات بعد ما تعمليه وتطلع نتيجته وتقولي لي النتيجه ايه. واهو حلو قوي. يلا تعالي نعمله سوا مع بعض وفي شفشق الخلاط وبمنتهى البساطه ومن غير اضافات تعجزك. انزلي هاتي جيلاتينا، وانزلي هاتي مش عارفه عسل جلوكوز، ولازم تجيبي مثبت قوام. تعالي تعالي تعالي، هنعمله من غير الحاجات دي كلها. يلا بينا. نبتدي كده باول حاجه. جبنا المانجايه وقشرناها، هي مانجايه كبيره شويه في الحجم، تعمل لها زي 300 جرام كده او ربع كيلو. قشرتها وزي ما انت شايفه كده هخرطها واحطها في البوله، وانا اتعمدت اقشرها واخرطها معاكم عشان في ناس بعد ما بقص حته من الكلام ده بتقولك لا دي مش مانجايه واحده. والله العظيم مانجايه واحده هي يا جدعان، بس هي حجمها كبير. انا بحب مخزن المانجا، بخزن نوع معين اسمه كيت، بتكون المانجايه حجمها كبير وبذرتها قليله جدا، ويا ريت لما تيجي تخزني زي. يلا يا باشا نروح على شفشق الخلاط بتاعنا. تمام، عايزه اوريكي. شايفه حجم المانجايه الواحده اهو، اظن ما تصدقيش ان دي مانجايه واحده. هحط ايه في شفشق الخلاط؟ هحط كوبايه لبن كبيره، حوالي 250 ملي لبن، وده باكو بسكوت ساده، وعايزاكي تختاري اي نوع بسكوت ساده من اللي انتي بتحبيه. بتحبي لوكس، بتحبي شاتو ساده، باي بسكوت ساده بتحبيه، وحطيه في شفشق الخلاط. استني بس دقيقتين 3 كده البسكوت يشرب اللبن، وانزلي بباكو كريم شانتيه. اضرب يا باشا كل ده ضرب كويس جدا، ما اضفناش سكر، ما اضفناش اي حاجه. وهننزل بالمانجايه بتاعتنا او كميه المانجا اللي احنا مقشرينها، وهنضرب سنه سنه كده وبالراحه على الخلاط لحد ما تبقى عباره عن كريمه. بصي شوفي، هننزلها في العلبه، اي علبه عندك كده او علب ايس كريم او حاجه، وانزلي بيها. شايفه عباره عن خليط كريمي جدا جدا. طبعا الكميه العلبه صغيره عليها، فهحط الباقي في بوله ازاز على التلاجة، مش اكتر من ساعتين 2. هما ساعتين والدنيا هتظبط معاكي وتبقى زي الفل. انا بس كان عندي مشكلة كده فنسيت وسبتها بيت تاني يوم فجمدت شوية، لكن هما ساعتين هتبقى كريمية كده وتحفة. هنعمل بقى البولة بتاعتنا، تطلعي في بسكوتة، تطلعي في علب كرتون صغيرة انتي ورزق. انا عايزة اقولك اهو، ولا جلاتينا ولا عسل جلوكوز ولا مش عارف روح اشتري ايه من ايه. جبنا باكو كريم شانتيه من السوبر ماركت، واحدة مانجاية من درج الديب فريزر. ما عندكيش؟ استني بقى لما المانجا تطلع. طب انا هعمل لك ايه يعني؟ اهو، وكوباية لبن او كوبايتين لبن. مش عايزه احلف، بس والله العظيم هو، وانا قلت مش عايزه احلف مفيش فايده. عامل زي افخم انواع ايس كريم المانجا اللي هي الغاليه قوي، اللي هي البوله بالشيء الفلاني. فانا عايزه اقول لك بقى انتي جربي وادعي لي، مش عايزه منك حاجه غير انك تدعي لي. انتي عارفه لما تبقي قاعده بعد الغدا انتي وولادك قولوا عايزين نحلي يا ماما، عايزين ايس كريم، هتبعتي تجيبي ارخص انواع الايس كريم. انتي وهم معاكي ولدين وبنت، او بنتين وولد، او 3 بنات او 3 صبيان، المهم يعني هم 3. تمام، هتبعتي تجيبي بكام وانتي وهم وباباهم؟ شوفي بقى هتدفعي كام. لا ابعتي هاتي كيس كريم شانتيه ومانجايه، وهعمل لك ايس كريم طول الصيف بحاجات كتيره جدا. عايزه اقول لك امبارح، انتوا طبعا عارفين ان انا لما مليت دي افاض شويه في الخلاط، فضيتهم في بوله. الشيف جه متاخر بالليل اكلهم، قال لي تحفه، جايبين الايس كريم ده منين؟ ما رضيتش اقول له ان انا اللي عاملاه، وقلت خليه لما ايه يبقى يعرف بظروفها لما يشوف الفيديو. قال لي حلو قوي حنان، طبعا انتوا بتخلوني اخرج وتجيبوا ايس كريم من الغالي. ما رضيتش اقول له ولا كلمه ولا بق، اهو صمت.
حلو قوي، جربيه وادعيلي. مش عايزه منك غير انك تقولي الله يبارك لها، بس لا اكتر ولا اقل. لان انا اهم حاجه عندي في الشغلانه دي ان اي حد يستفيد مني حاجه يقول الله يبارك لها، ومحدش يخسر من ورايا اي حاجه ابدا، محدش يعمل من ورايا وصفه وتبوظ منه. ولله الحمد لحد دلوقتي ما حصلتش مع حد، الحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.